صباحك مليان بالخير والنعمة والبركة. هل في وقت حسيت ان الامر طول عليك جدا وحسيت انها اتأخرت، ولما كل مرة بتلاقي انه خلاص بتلاقيها تعقدت؟ الرب كلمني في هذا الصباح في آية في سفر يشوع وأصحاح 6 وعدد 1 و2. وكانت أريحة مغلقة ومقفلة بسبب بني إسرائيل، لا أحد يخرج ولا أحد يدخل. فقال الرب ليشوع: انظر، قد دفعت بيدك أريحة وملكها جبابرة البأس. أنا وقفت قدام الآيتين دول وحطيت نفسي مكان الشعب اللي عدى 40 سنة علشان المفروض جه الوقت إن هم هيملكوا أريحة. وقفوا جنب الأسوار، لقيوا الأسوار عالية جدا جدا وموجودة على مرتفع شديد قوي. كمان قبليها كان الأردن ممتلئ إلى جميع شطوطه، والرب عداهم بمعجزة. وبعد كده شافوا الأسوار الصعبة جدا والمنيعة قوي. ومش كده وبس، ده مكان مرتفع فوق تل كبير جدا. لكن اللي حصل ان البلد خافت واتقفلت، محدش يطلع ولا حد يدخل بسبب انت، بسبب حالتك. لو انت شايف نفسك ضعيف في الوقت ده وامكانياتك بسيطة وطولت قوي، انا عايز اقولك ما يغركش المنظر ولا الحالة ولا الشكل اللي يمكن يتشاف انه حصين ومنيع. الرب ليه كلمة خاصة جدا في الوقت ده. فقال لي يشوع: انظر، قد دفعت بيدك أريحة وملكها جبابرة البأس اللي فيها دفعته ليدك. في الحقيقة هم كانوا لسه برا الأسوار والمكان صعب جدا، والخطة أبسط بكثير جدا من المكان والمكانة. لكن الرب قال ليشوع: انظر أخويا، أختي، يلا افتح عينيك كده وانظر. مش المكان العالي اللي انت شايفه، مش الإمكانيات الصعبة اللي قدامك أو إمكانياتك انت البسيطة، لكن انظر النهاردة، شوفها بطريقة مختلفة. قد دفعت ليدك. الرب دفع ليدك كل حالة بتصلي من أجلها، كل أمر منيع انت شايفه مستحيل وطولت قوي 11 يوم بقوا 40 سنة. ولما خدت ووقفت لقيت نفسي الأمر صعب، بس الرب بيقول لك النهاردة لا، انظر، قد دفعت ليدك. كل حالة شفاء، كل حالة النهاردة سلام. وقت كتير عدى من انزعاجات وأتعاب، بس الرب اداهولك النهاردة. تملك في اسم الرب يسوع. الأسوار انهدمت. شوف كده، انت جوه مش بره. على فكرة الأسوار دي باللي فيها والمدينة بكل جبابرة بأس فيها خايفة منك قوي وقفلت كل الأبواب. جه الوقت تشوف بطريقة مختلفة واستقبل بطريقة مختلفة، هتتنقل لأزمنة مختلفة. هللويا، الرب يبارككم.